اللي انت شايفه قدامك ده هيبقى فيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال. ظهر في فيديو ايده بتترعش، وده بعد ما ايران ضربت اكتر من 200 صاروخ باليستي على كل الاراضي الاسرائيليه، وبالتحديد مدينه تل ابيب. الصواريخ الايرانيه كانت نازله على كل متر في اسرائيل، عامله كده زي المطره، لدرجه ان كل السكان اليهود هربوا في الملاجئ اللي تحت الارض. لكن مش هي دي الكارثه يا صديقي. الكام صاروخ دول مش هم اللي هيخلوا متحدث الجيش الاسرائيلي ايده تترعش بالشكل ده ويحاول يداريها، ولا هيخلوا نتنياهو رئيس الوزراء بتاعهم يهرب من البلد خالص ويروح على اليونان. الكارثة اللي لحد دلوقتي محدش راضي يقول لك عليها ولا يجيب لك سيرتها عشان حالة الذعر ما تنتشرش بين الناس، إن في صاروخ من الصواريخ دي وقع على مفاعل ديمونا النووي. ولحد دلوقتي في تعتيم إعلامي عن الموضوع لحد ما يشوفوا الأضرار وصلت لحد فين، وهل حصل تسريب إشعاعي ولا لأ. طبعا حد هيقول لي مستحيل ده يحصل. أقول لك ده مش كلامي، ده كلام وزير خارجية قطر اللي خرج في تصريح من شوية وقال كده بالنص: لو المياه الخليجية العربية تلوثت بالإشعاعات النووية ستفقد دول الخليج مخزونها من مياه الشرب لمدة 3 أيام. ده غير إن في مشاهد غريبة انتشرت في سماء مصر، وكل الناس كل اللي يبص على السماء يلاقي المشاهد يقوم مصورها ومش عارف هي بتاعت إيه. في ناس قالت إن ده نوع من أنواع الإنذار المبكر لرصد الأشعة النووية على مستوى الجمهورية. طب هي إيه الحكاية؟ وإيه اللي وصل الوضع لكده؟ وهل كارثة تشيرنوبل اللي حصلت في الاتحاد السوفيتي هتتكرر تاني، لكن المرة دي في الشرق الأوسط وعلى حدود مصر؟ طب لا قدر الله كده لو الفاس وقعت في الراس ومفاعل دمونا ده فعلا انفجر، هنتعامل ازاي بقى في الحالة دي؟ وايه الخطوات اللي المفروض مصر تاخدها؟ اهو ده بقى اللي جايين نلخصه مع بعض في حلقة النهارده من الخلاصة. بص يا صديقي، النهارده جايين نتكلم معاك مش عشان حرب بعينها او عن أزمة اقتصادية قريبة، احنا النهارده جايين نتكلم عن كابوس. كابوس ممكن نصحى في يوم الصبح نلاقيه بقى حقيقة. يعني تخيلوا معايا كده لو الأخبار اللي بتنتشر دلوقتي عن مفاعل ديمونا النووي ده طلعت صحيحة، أو المفاعل يعني حصل فيه تسريب إشعاعي، أو في أسوأ التقديرات المفاعل كله انفجر. إيه اللي هيحصل؟ وإزاي كارثة زي كده على حدودنا ممكن تحول حياتنا كلها لجحيم؟ بص بقى، الحلقة دي هتطول معانا شوية وعايزك تركز معايا للآخر، فخلينا كده نقسمها على جزئين. أول جزء هنتكلم عن إيه اللي وصلنا لحد هنا وليه إسرائيل وإيران ضربوا بعض في التوقيت ده بالتحديد. الجزء الثاني وده السيناريو السيء اللي هيحصل لو في تسريب إشعاعي وصل لحد مصر نتيجة لضرب مفاعل ديمونا النووي. وهنبدأ حكايتنا من فجر يوم الجمعة، اليوم اللي يعتبر زي نكسة 67 على إيران، لما كان معظم قياداتها وخبرائها النوويين والعسكريين كانوا نايمين في بيوتهم كده في الليل عادي. فجأة يدخل المجال الجوي الإيراني أكتر من 200 مقاتلة حربية إسرائيلية من كل الأنواع من كل الطرازات، F-16 و F-15 و F-35، دخلوا المجال الجوي الإيراني من غير ما في رادار واحد يلقطهم، يعني تقريبا من غير أي مقاومة. وفي اللحظة دي بدأوا الناس يسمعوا صوت انفجارات في كل حتة في إيران. القيادات ما كانوش فاهمة في إيه اللي حصل، ليه دفاعاتنا الجوية ما بقتش شغالة، والناس مش فاهمة هي الحرب قامت كده فجأة ولا إيه. وفجأة ظهرت حاجة غريبة، طيارات مسيرة إسرائيلية بقت في السماء ومحدش عارف هي جت منين، عمالة تفجر في بيوت ومجمعات سكنية ومناطق عسكرية ومحدش عارف هي جت منين. ووسط ما كل الدفاعات الإيرانية نايمة ومش شغالة ومفيش ولا صاروخ عارف يجيب المقاتلات الإسرائيلية، عارف كل ده بقى حصل ليه؟ خد المفاجأة: الموساد الإسرائيلي كان زارع عملاء جوه إيران نفسها، قدروا يضربوا بطاريات الدفاع الجوي ونظام الصواريخ من قبل ما سلاح الجو الإسرائيلي يدخل المجال الجوي الإيراني. أتاري بقى إيه؟ إن العملاء السريين دول محطوطين جوه إيران بقالهم أكتر من سنة، اتشكلوا وانغرزوا وسط المجتمع الإيراني وتعلموا اللغة الفارسية علشان يوم العملية دي بالتحديد يقوموا ويوقفوا كل أنظمة الدفاع الجوي. والغريب أكتر واللي عمر ما كان الواحد يتخيله إن الصحف الإسرائيلية بعد الضربة طلعت تقارير بتقول لك إن الموساد الإسرائيلي قدر يبني أكتر من قاعدة إطلاق درون جوه إيران علشان وقت الهجمة يطيروا كل الدرون دي ويوقفوا الدفاعات الجوية. كانوا مخلين كل الدرونز دي في مستودعات تحت عين الأمن الإيراني من غير ما حد يحس. الدرونز دي بقى يا سيدي لعبت عنصر أساسي في تحييد كل الدفاعات الجوية إنها ما تقدرش تمنع أي هجمة من هجمات إسرائيل. مين بقى اللي راح في الضربة الصاروخية بتاعة إسرائيل وفي ضربات تانية زيها في أكتر من موقع مختلف؟ خد عندك رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، قيادة الحرس الثوري الإيراني، 6 من أكبر علماء البرنامج النووي الإيراني، كل ده بجانب بقى ضرب مواقع منشآت تخصيب اليورانيوم. ده غير بقى المراكز اللي بيخزنوا فيها الصواريخ الباليستية
وكمان ضرب مواقع أصلا الحكومة الإيرانية كانت بتنفي وجودها. بص يا صديقي، إسرائيل دلوقتي خطتها ما بقتش مجرد تدمير القدرة النووية بتاعت إيران، لا ده بقى هدفهم دلوقتي إسقاط النظام الإيراني كله والدولة نفسها وتحويلها لكيان مشلول ولا يقدر يحارب ولا يقدر يرد. لكن ما يعديش أكتر من 24 ساعة ويجي الرد الإيراني الكارثي. إيران حرفيا مطرت سماء إسرائيل بالصواريخ البالستية العابرة للقارات. إيران في الضربة دي استخدمت أحدث صواريخها البالستية من نوع خيبر، ودي تقدر تشيل أكتر من 1500 كيلو من مادة التي ان تي شديدة التفجير، وده كان في أول دفعة من الضربات بس. لكن قبل ما تضرب الصواريخ دي إيران عملت حركة ذكية قوي، بعتت لهم أكتر من 100 درون إيرانية الصنع، خلت الدفاع الجوي الإسرائيلي كله ينشغل بالدرونات دي لحد ما اتفضى خالص، وبعد كده راحت طخ 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 اديتهم بالصواريخ البالستية. طب حد هيقول لي ايه الفرق بقى بين الضربات الإسرائيلية والضربات الإيرانية؟ هقول لك. إسرائيل في ضربتها كانت بتستهدف قيادات بعينها، لكن إيران زي ما بنقول كده بالبلدي كانت بتلوش وخلاص. طبعا إيران لو كانت تعرف تعمل زي ما إسرائيل عملت وتستهدف قياداتها ما كانتش هتتأخر، بس الموضوع مش بإيدهم، وده عشان صواريخ إيران البالستية هامش الخطأ فيها بيوصل لأكتر من 100 متر، يعني ممكن يوصل ل 500 متر هامش الخطأ. يعني بالهامش الخطأ ده عمرها ما هتنشن على هدف بعينه عشان تقدر تصيبه. اما بقى اسرائيل على الناحيه التانيه عندها صواريخ ذكيه، هامش الخطا بتاعها لما بتتضرب من المقاتلات بتاعتها هامش الخطا 2 متر بس. طبعا كلنا شفنا الصوره اللي هي في المبنى كده في صاروخ خرم الحيطه، الناس كلها بتستغربها هم ازاي قدروا يوصلوا بالدقه دي اللي هم يصطادوا العلماء وهم في اوضه نومهم. ده يا سيدي لان اسرائيل على الارض بيكون لها عناصر من الموساد او من المخابرات بتوصل لها الموقع، يعني العميل السري من دول يبقى موجود قدام المبنى ويجيب شعاع ليزر ويسلطه على الأوضة اللي فيها الخبير أو الشخص اللي عايزين يختلوه. فتيجي المقاتلات تضرب الصاروخ الذكي، الصاروخ هو يعني مش متوجه بالظبط، لكن هو بيتتبع شعاع الليزر اللي بيسلطه العميل السري اللي بيكون واقف تحت المبنى. فبالطريقة دي ما بيكونش فيه مجال للخطأ نهائي، يعني الصاروخ يعني بيتسنطر على شعاع الليزر فبيوصل للهدف بتاعه بالظبط. المهم يعني يا سيدي الصواريخ البالستية بتاعت إيران فضلت تنزل على إسرائيل بشكل عشوائي لحد ما خرجت لنا أخبار إن في صاروخ من الصواريخ البالستية دي وقع بالغلط على مفاعل ديمونة، وهم مكتمين على الموضوع لحد ما يشوفوا مدى تأثير الضربة على المفاعل، هل في أي تسريب نووي طلع ولا مفيش حاجة حصلت. وهنا نبقى وصلنا للجزء التاني بتاعنا من الحلقة، وهو السيناريو السيء اللي هيحصل نتيجة انفجار صاروخ باليستي من بتوع إيران في مفاعل ديمونا النووي. بص يا صديقي، أنا عارف إن الفكرة نفسها مرعبة ومحدش فينا قادر يتخيلها، لكن مع التوتر اللي حاصل ده ومع استمرار استهداف المنشآت النووية من الطرفين الكابوس ده خلاص بقى قريب مننا وعلى حدودنا. فخلينا مع بعض نفترض الأسوأ عشان نكون مستعدين ليه. تخيل معايا كده النظام الإيراني، يعني حط نفسك مكانه، النظام الإيراني اتزنق في كورنر والكل خلاص بقى واقف ضده، مفيش مفر، أمريكا مع إسرائيل مع دول الخليج مع دول أوروبا كلهم عليه. أبسط حاجة ممكن يعملها في ظرف زي كده هو مزنوق يقول لك خلاص بقى أدام أنتوا عايزين تخلصوا عليا يبقى عليا وعلى أعدائي، والله أدام دي بقى هي حرب فناء فأنا هاخد معايا اليهود كلهم واطلع من المخازن بتاعتي اليورانيوم اللي انا قدرت اوصله لنسبه تخصيب 90% واقوم ضربه عليهم. بص يا صديقي، اليورانيوم لو نسبه تخصيب وصلت 100% كده انت بقى معاك قنبله نوويه. طب لو وصلت نسبته 90% من التخصيب كده انت بقى معاك حاجه يعني شاذه كده اسمها القنبله القذره. دي بتكون قنبله نوويه لكن ما بتكونش بنفس تاثير القنبله النوويه اللي عند الدول العظمى. طب ليه اسمها قذره؟ اسمها قذرة عشان هي أي حاجة بتمسها بتبوظها، وهتيجي لحظة إيران هتلاقي نفسها وصلت لحافة الانهيار هتقول لك لا خلاص بقى، وتقوم ضاربة القنبلة القذرة دي على اليهود كلهم، وممكن كمان تستهدف مفاعل ديمونة نفسه. أنا اللي يهمني دلوقتي بلدي إيه اللي هيحصل عندنا في مصر لو المفاعل ده اتضرب بالقنبلة القذرة. تخيل معايا كده يا صديقي اللحظة اللي هتنزل فيها القنبلة القذرة على مفاعل ديمونة، الناس اللي في سينا كلهم هيسمعوا مرة واحدة صوت عمرهم ما سمعوه، والناس أول ما تتخض وتبص للسما تشوف فيه إيه هيلاقوا مفاعل ديمونة ده اتحول في السماء لكرة سحاب ضخمة. ده مش بس دخان يا صديقي، ده غبار الموت، ده جسيمات مشعة على مواد سامة. وأول عدو هنا هيواجهنا في اللحظة دي هتكون الرياح. لو الرياح كانت في اتجاه الغرب يعني اتجاه مصر وده وارد جدا في المنطقة دي، سحابة الموت دي هتخش علينا هتبدأ تتحرك بسرعة تجاه سينا ومن بعدها هتوصل لمدن القناة.
وفي خلال كام ساعة يمكن أقل من 6 ساعات هتكون ذرات اليود والبلاتينيوم والسيليزيوم المتخصبين. أنا عايز أقول لك المواد دي كفيلة إنها تدمر حياة أي كائن حي. في اللحظة دي بقى أجهزة الرصد المبكر للإشعاع اللي موجودة في سيناء ومدن القناة هترصد أرقام عمرها ما رصدتها، والبلد في اللحظة دي هتعلن حالة طوارئ القصوى، وكل الراديوهات والتلفزيونات هتبث رسالة طوارئ، وهيوصل على تليفون كل مواطن رسالة بتقول خليكوا في بيوتكم واقفلوا الشبابيك والبيبان ومحدش يخرج لأي أسباب مهما كانت. وهيكون في سباق مع الزمن لتوزيع أقراص اليود. أقراص اليود دي اللي ما يعرفهاش، لما بتنتشر كارثة نووية أو في انفجار نووي وحصل تسريب إشعاعي، أقراص اليود دي ناس بتاخدها عشان تقلل من نسبة امتصاص الجسم للإشعاع النووي. تخيل معايا كده في اللحظة دي الناس هتبقى عاملة إزاي؟ كله هيبقى عايز القرص بتاع اليود ده، الناس هتجري على الصيدليات والمستشفيات تدور على قرص اليود ده يمكن ينقذهم قبل ما يموتوا. خد بقى عندك شلل في حركة الملاحة الجوية، حركة الملاحة البحرية، مفيش سفينة هتخش عندك ولا طيارة هتنزل في مطاراتك، والبلد بتتحول فجأة لقلعة مغلقة على نفسها في مواجهة عدو خفي بيتسلل وسط الهواء. وكل الناس اللي كانت على الحدود أو في سيناء أو في مدن القناة الثلاثة وتعرضت لأكبر نسبة من الإشعاع هتبدأ تظهر عليهم أعراض بقى غثيان، دوخة، ترجيع، شعرهم يقع، ودي بتكون أعراض أولية بسبب تعرضهم للإشعاع. ومرة واحدة هتلاقي المستشفيات كلها اتملت في لحظات. تعالوا للبيئة، حياتنا نفسها بتتدمر. انا عايز اقول لك ان الغبار المشع ده اكتر من كارثه من الحمم البركانيه. ده بينزل على اي حاجه يبوظها. عندك الاراضي الزراعيه بتاعت مصر كلها لو نزلت عليها الامطار خلاص هتبقى باظت ومش هينفع ناكل منها. ميه نهر النيل لو نزل عليها الغبار ده مش هينفع نشرب منه تاني. ميه البحار لو نزل عليها الغبار ده مش هينفع نصطاد منها الاسماك تاني. طب لو قلت ان انت هتعتمد مثلا على الغذاء الحيواني، كل الحيوانات اللي اتكلت من الأعشاب بتاعة الأرض اللي تلوثت هم كمان هيكونوا تلوثوا. طبعا في حالة زي كده ولا في أكل ولا شرب ولا حركة تجارة، فالاقتصاد هينهار. حتى السياحة اللي بنعتمد عليها بنسبة 50% من مواردنا الدولارية هتطير. أصل مين هيفكر يعني يجي سياحة في مصر في بلد بقت فيها إشعاع نووي؟ والمجتمع المصري نفسه هيدخل في حالة من الفوضى والهلع. الناس كلها بقت بتهرب من الشمال الشرقي عند سينا كده لحد الجنوب الغربي ناحية الحدود الليبية عند الصحراء الغربية، وهتحصل هجرة جماعية في المناطق دي، لدرجة إننا ممكن نشوف مدينة زي القاهرة أو مدينة زي إسماعيلية أو السويس اتحولت لمدينة أشباح. والخوف من الموت اللي مش متشاف بقى بيسيطر على كل واحد. السيناريو ده برغم ان تخيله يعني مرعب، لكن لما بنشوف اللي بيحصل دلوقتي بين القوى اللي معاها قنابل نووية او قنابل قربت تكون نووية اللي هي القنبلة القذرة، لازم نفكر كويس. هو احنا مستعدين لكارثة زي كده على حدودنا؟ خلي بالكوا الكابوس ده ممكن في اي لحظة يتحول لحقيقة، وحماية مصر وشعبها هو دلوقتي اللي لازم يكون أولوية ونفكر فيه. انتوا بقى ايه رأيكم في السيناريو ده؟ شايفينه سوداوي ويعني ضبابي جدا وممكن ما يحصلش، ولا شايفين ان هو ممكن يحصل واحنا على اعتابه؟ وهل في حلول نقدر نلجأ ليها عشان نحمي نفسنا من كابوس زي ده؟ اكتب لي رأيك في الكومنتات، ولو وصلت معايا لحد هنا اعمل لنا لايك واشتراك في القناة، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان توصلك الخلاصة. سلام.